في ناس بتفتكر ان اخطر حاجة ممكن تدخل بيتك هو حرامي، بس الحقيقة اوقات اللي بيدخل بايدك وبفلوسك بيكون اخطر بكتير، لانه بيشوف كل حاجة وبيعرف كل اسرارك، واوقات بيبقى هو السر نفسه. انا كنت ساكن لوحدي في شقة جديدة بعد ما رحت الشغل بعيد عن اهلي. الشقة كانت واسعة ونظيفة. بحكم شغلي بخرج الصبح وبرجع بالليل، فقلت اجيب شغال يجي كل يومين ينظف الشقة ويهتم بيها. جالي واحد كبير في السن، لابس لبس قديم ووشه شاحب كأنه ما شافش الشمس من سنين. بيتكلم قليل وعينه دايما بتبص نص بصة. اول مرة جيت لقيته بيمسح الارض وهو بيتكلم بصوت واطي مش مفهوم. صوته واطي قوي كأنه بيقرأ حاجة. بعد أول أسبوع بدأت ألاحظ حاجات مش طبيعية. في مرة لقيت مفتاح مصدي صغير في درج المكتب، وأنا متأكد إني معنديش مفتاح بالشكل ده. وفي مرة تانية لقيت سلسلة مصدية على الكومودينو، مش عارف دي منين، دي برضو مش بتاعتي. وفي ليلة رجعت بدري من الشغل لقيت نور الشقة مطفي وبابها مفتوح. دخلت سمعت صوت خطوات بطيئة جاية من المطبخ. لما قربت شفت الشغال واقف ورا الباب ماسك طبق عليه شموع سايحة والملح مرسوم على شكل نجمة. سألته انت بتعمل ايه؟ مردش. لف وشه ناحيتي ببطء، والله العظيم عينه كانت سودة بالكامل، ولا بيضة ولا سواد طبيعي، سودة زي الحفرة. ابتسم ابتسامة بطيئة وقال لي كنت مستنيك. فجأة الشمع طفى لوحده والضلمة غطت كل حاجة. حسيت نفس بارد بيعدي من جنبي وصوت همس بيقول اسمي. جريت على باب الشقة لكن لقيته مقفول من بره. سمعت خطوات تقيلة بتقرب وصوت سلسلة المصدية بتحرك ورايا. لما بصيت لقيت الشغال ماسك السلسلة المصدية وبيقرب، والأغرب إن وراه كان في ظل أطول منه ماشي معاه خطوة بخطوة. في اللحظة دي كل حاجة اسودت في عيني، وصحيت تاني يوم على سريري وباب الشقة مفتوح. الشغال ما كانش موجود، لكن السلسلة كانت تحت السرير، وكأن اللي حصل بالليل ما كانش كابوس، ده كان حقيقة. من يومها كل يومين بلاقي السلسلة راجعة في نفس المكان، وبحس بخطوات بتمشي في المطبخ بعد نص الليل حتى لما أكون مقفل كل الأبواب. الناس بتقول إن اللي بيخاف من حاجة بيبعد عنها. أنا بقى بقيت عارف إني مهما بعدت هو لسه موجود معايا جوه الشقة. يمكن حتى واقف ورايا دلوقتي بيبص عليا ومستني اللحظة المناسبة.